جعل الله سبحانه وتعالى حركة الماء في البحر سبب لنقاء الماء، لأن الماء إذا كان راكدا فسد، فجعل الموج يضرب في هذا البحر ولا يتوقف حتى يبقى ماء طهورا مباركا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، إنا لنركب البحر وليس معنا من الماء إلا قليل نشرب منه، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: نعم، توضأوا بماء البحر فإنه الطهور ماؤه والحل ميتته. حل ميتته لأنه طهور يطهر كل شيء حتى الميت، فالجراثيم والأوبئة والأمراض تشفى فيه. ومن فوائد البحر أنه إذا اغتسلت به وأنت مريض بالعين زالت العين عنك وشفيت، لأنه طهور ماء. إذا اغتسلت بمائه ومعك أي حمى بإذن الله تزول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور ماؤه. وكلمة الطهور الطاهر في ذاته المطهر لغيره، والطهور تعني الشفاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عيادته للمرضى: لا بأس، طهور إن شاء الله.